كده معانا اسبوعين من بعد الاصابه. اصابه كانت بايخه شويه، كان كسر مضاعف في صباعي ده. عملت عمليه وركبت كي وايرز وبتاع، والمفروض دلوقتي ان انا بتمرن حوالين الاصابه، ان انا قدر الامكان ما بعملش حاجه تسبب بين. طبعا اول فتره بعد العمليه كانت رخمه شويه، يعني اللي هو مش عارف اتمرن اصلا، لان لسه كان الخياطه التيشو نفسه مش مستحمل اي حاجه، كان سنسيتيف جدا. اي حاجه بتشد حتى بايدي دي او حتى بصوابعي بعيد عن البتاع كان بيوجعني جدا، بعيد عن الخياطه او بعيد عن الكسر. آه، بعد كده دلوقتي عدى اسبوعين اهو، الدنيا احسن كتير، وانا المفروض افك يوم الاثنين، يعني يوم الاثنين اللي جاي ده، النهارده الخميس. المفروض يوم الاثنين افك الموضوع ده واطلع الغيارات. ولسه مش عارف بقى التندون نفسه عامل ازاي بقى، والدنيا جوه عامله ازاي، بس انا حاسس ان هو يعني صباعي بيتحرك كويس جوه دلوقتي حتى الان، الدنيا ماشيه كويس، فانا متفائل خير. حاليا انا بالنسبه لي شايف ان في حاجات افضل واهم من الهايبرتروفي، او ان انا حاليا مركز على اهداف تانية اكتر، مركز ان انا اتمرن بشكل اثليتيك اكتر، او اركز ان انا بتمرن بشكل رياضي اكتر، مش بس على قد ان انا بروح الجيم مركز على الهايبرتروفي بس. بركز على الباور، او اركز ان انا احسن الباور بتاعي، احسن الجمب بتاعي، احسن قوتي الانفجاريه، احسن السرعه بتاعتي او السبيد عندي. بقى لي 2 سيشن تقريبا بتعلم بالجري بشكل احسن، بتعلم تكنيك الجري بشكل افضل. وده يرجع طبعا للورك شوب اللي كنت اخدته، فضل يعني او شكر للدكتور كمال اشرف. كان اخدت الورك شوب بتاع جيم سبيد، فادني كتير جدا، وبحاول اطبق اللي انا اخدته ده على ارض ليه، على ارض الفيلد حتى مع نفسي، مش لان انا مش بدرب كتير سترينث اند كونديشن، او اصلا لسه بنقول بسم الله في المجال ده يعني. فما اقدرش اقول ان انا اتولى حاجه زي كده دلوقتي خالص، انا بجرب على نفسي وبجرب او بطبق اللي انا اتعلمته. فدلوقتي كده بقالي تقريبا 4 اسابيع او 3 اسابيع بحاول اتمرن بطريقه احسن شويه او بطريقه افضل شويه. حاليا بتمرن 3 ايام في الاسبوع بس، بركز على فيهم على السترينث او على البناء العضلي كمان. 3 ايام في الاسبوع بس، وثلاثه تانيين بحاول اركز فيهم على الباور وعلى السبيد وعلى الكلام ده كله. في ايام فيهم بيبقى الاسترس اقل كتير جدا او قليل، وايام الاسترس فيها بيكون عالي، خصوصا ان انا اليومين دول كمان بلعب بوكسنج، فبحاول قدر الامكان يبقى الايام مش كلها تقيله، وبحاول اوزع الحمل على مدار الاسبوع بما يتناسب مع الريكفري بتاعتي او الريكفري كاباسيتي بتاعتي، والاكل اللي انا باكله او النيوتريشن السيتس بتاعتي دلوقتي. حاليا برضو التمارين اللي بختارها في الجيم حاليا بتكون كلها مش بمسك بيها حاجه كتير، او يعني حتى لو بمسك حاجه بتكون مضطر بس امسك بصوابعي اللي مش متجبسه، عشان اقدر احافظ على المكان بتاع الاصابه، وما يحصلش فيه مضاعفات قدر الامكان، لان انا مش طالب مضاعفات صراحه، الواحد مش طالب مضاعفات ولا يقعد اكتر من كده، لان خصوصا الفتره اللي كانت في الاول كانت مزهقه الواحد جامد. حاليا طبعا البوكسنج مش بلعب جامد خالص، بلعب في الهواء كده او شادو اكتر، يعني شادو اكتر، بظبط تكنيك والكلام ده كله. دلوقتي بنكمل تمرينة الابر. ما كانش في النهارده باور على الابر بادي خالص، ومش قادر اتمرن باور على الابر بادي الفتره اللي فاتت بسبب ان انا مش قادر ازق حاجه، ادفع حاجه او ازق او اشد حاجه بشكل انفجاري بالمكان بتاع الاصابه، لانه بيشد عليا او بيوجعني. تمرينة النهارده ظهر قدامكم دلوقتي على الشاشه، وهنبدا دلوقتي ايه باللاترال ريزس. بحاول احافظ قدر الامكان على العضلات اللي موجوده في الابر بادي، عشان لو ريحت تماما او كنت امولايزد لمده او ما بتمرنش خالص ابر بادي لمده 3 اسابيع، فده ما كانش هيبقى احسن حاجه خالص بالنسبه لي نفسيا ولا جسديا ولا صحيا. فانا دلوقتي هلعب اول تمرين معانا هو اللاترال ريزس، ونخش على طول بقى نبدا.